شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا عباد الله. أحبتي في الله، الدنيا دار بلاء ودار هوان، وليست دار جزاء وإحسان، فما أسرت قليلا إلا أحزنت كثيرا، وما أعطت قليلا إلا منعت كثيرا. لذلك لم يجعلها الله عز وجل جزاء لأوليائه ولا لأنبيائه، فقد ذاق الأنبياء ما ذاقوا من الابتلاءات ومن المحن، فما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فالله أحبتي في الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ومن يتصبر يصبره الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، أي بالصبر تكشف المحن وتكشف الابتلاءات وتتعدى عنها بهذا الصبر. فإذا ألمت بك حبيب الغالي الخطوب، إذا ألمت بك المحن والابتلاءات، فاحمد الله عز وجل واسترجع واحتسب الأجر على الله عز وجل. أما إذا بدأت تتذمر وتتزمجر فعليك السخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. أصابت الحمى أبا الطيب المتنبي عندما أراد أن يسافر إلى مصر، حتى بدأ يرفرف ويزفزف، فقال: بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، أبنت الدهر عندي كل بنتي، فكيف نجوت أنت من الحطام وزائرتي كأن بها حياء، لأن الحمى كانت تأتيه في الليل. قال: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. ولم يدري بأن هذه الحمى تذهب الذنوب والخطايا كما تذهب الكير خبث الحديد، وأنه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فأين الصبر؟ أحد الشعراء مات ابن عمه، فبدأ يتسخط مخاطبا ربه، يقول: والعياذ بالله، ما ضرك لو رحمت شبابه وقبضت روح الأبله المتصكع، والعياذ بالله. فأين هو الصبر؟ أين هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مات ولد لعبد الله بن مطرف رضي الله عنه، فقال: والله لو أن لي الدنيا بما فيها فأعطاني الله فيها كأسا من الماء لوجدت ذلك أهلا. فكيف والله يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا مات لك حبيب، إذا مات لك صفي، إذا مات لك خل،
فاصبر واحتسب. في البخاري يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فأين هم الصابرون أحبتي؟ يقول الله عز وجل: وما صبرك إلا بالله. ويقول الله تعالى: والله يحب الصابرين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. بماذا صبرتم؟ صبرتم على الطاعة. صبرت على الطاعة عندما تستيقظ إلى صلاة الفجر في هذا البرد. صبرت على تربية أبنائك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. صبرت على الزوجة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلق رضي منها آخر. صبرت على مال الزكاة عندما تؤديه من أجل الله عز وجل. سلام عليكم بما صبرتم. صبرتم عن المعصية. رأيت الناس كلهم يتوافدون إلى المال الحرام وإلى الربا، وأنت تحتاج، وأنت تريد أن تركب، وأنت تريد أن تلبس، لكن صبرت من أجل الله عز وجل. صبرت على أقدار الله المؤلمة. جاءتك المحن، جاءتك الابتلاءات، جاءتك الأمراض، فصبرت من أجل الله. مات لك طفل صغير فصبرت من أجل الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، قال: إذا مات ابن آدم، يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. يقول: أقبضتم فلذة فؤاده؟ يعرف أن هذا الطفل الصغير هو فلذة فؤاده. قال: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يقول العلماء: وبناء البيت يقتضي سكناه، لأنه إذا بني لك هذا البيت في الجنة فاعلم أنك من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل عدوان إلا على الظالمين. أحبتي في الله، ومما يستعان به على ابتلاءات هذه الدنيا والمحن الصلاة. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يقول علي رضي الله عنه قال: وما رأيتنا ليلة البدر، يعني ليلة غزوة بدر، إلا نحن نيام، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. بل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمواجهة المشركين والذين كانوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأمره بالثبات في الدعوة بالصلاة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بل في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الأنبياء يفزعون إلى الصلاة. يقول الله تعالى عن سيدنا موسى قال: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. سيدنا زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كل الأنبياء كانوا يفزعون إلى الصلاة. مريم عليها السلام عندما بشرتها الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليفزع
إلى الصلاة فليفزع إلى الصلاة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهل الصلاة ومن أهل الصبر. وإن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني داع فأمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية. اللهم احفظ الأردن وأهلها، ملكها وشعبها، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، حدودها وجنودها، أمنها وجيوشها. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم وفق الملك عبد الله الثاني لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أذكركم بجمع التبرعات لصالح هذا المسجد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأقم الصلاة.